إخواني وأعزائي، أكو فرد حديث عن إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوا. وتعرفون أبو حسين بعد النقطة وين؟ على الحروف بس ما أقرب لوحة أبو حسين صلوات الله. أرجو الانتباه إلى هذا الحديث، ولكن قبل أرجو أن الإنسان يتأمل كم هو الفارق بين التقي والفاجر. كثر فارق التفاوت بين التقي، يقول لك هذا تقي وهذا فاجر. إيش كثر التفاوت والاختلاف، فرق شاسع بين الإنسان التقي وبين الإنسان الذي هو فاجر. تعالوا معي إلى حديث إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء. أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء. فسئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه: يا أمير المؤمنين، أو تكون ذنوب تعجل الفناء؟ أو تكون ذنوب تعجل الفناء؟ فقال عليه السلام: نعم، قطيعة الرحم. قال عليه السلام: قطيعة الرحم. ثم يعلق الإمام، اسمع: إن أهل البيت، هنا المقصود أهل البيت مو أهل بيت الرسول، لا، أهل البيت الواحد، الأسرة. إن أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله. وهم فجرة، والله خلي أعيد الحديث: إن أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة ويرزقهم الله عز وجل، وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء. أرجو الانتباه إلى حديث إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء. سئل الإمام عليه السلام: يا أبا الحسن، أو تكون ذنوب تعجل الفناء؟ فقال عليه السلام: نعم، قطيعة الرحم. ثم يعلق الإمام: إن أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة، يعني لا دين ولا ديانة، فيرزقهم الله عز وجل، وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء. هذا الحديث بعد ماكو أوضح منه. إن دل على شيء دل على أهمية فريضة صلة الأرحام، والأقربون أولى بالمعروف. ثالثاً، من الذنوب الكبيرة، من الذنوب الشديدة والغريب المتداولة شماله، المتداولة على الألسن، بعض الألسن إن صح التعبير، هتك حرمة المؤمن. هتك حرمة المؤمن. إخواني وأعزائي، في الجلسات، في بعض المجالس، في بعض شقولا كما تعلمون، عند لقاء الأهل والأحبة، هتك حرمة المؤمن كأنها فريضة فرضت على ألسن البعض. يعني على قولة المثل المقيول: ما يخلون سكة للطرف المقابل. ويكفيك هذا النبأ ما ورد في الحديث الشريف. إخواني وأعزائي، أعظم البيوت، أشرف البيوت هو بيت الله الحرام، وهذا الشيء مسلم لما بديهي لشأن صاحب البيت وهو الله تبارك وتعالى. ورد في الحديث الشريف: حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. ولكن نرى إخواني وأعزائي هناك الكثير من يتجرأ، هناك الكثير من يقول ما لا يليق بنفسية ومع خلق الإنسان المسلم إذا كان مسلما حقيقيا. يتحدث بلغة التعيير مع الفقير المضطهد، يعيره لفقره، يعيره إخواني وأعزائي من باب المثال لشكله المتواضع، يعيره ويستحقر به
لهذه الموارد التي أنتم تعلمون بها. ويكفيك هذا النبأ ما ورد عن المولى تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن. الله عز وجل ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن. إخواني وأعزائي، نرى أن هناك الكثير يتميز بهذه الميزة، يتجرأ على المولى عز وجل أولاً، ويتجرأ على عباده خصوصاً الفقراء والمساكين ثانياً، بلغة التعيير، بلغة الاستخفاف، بلغة الإذلال، وإلى النهاية.